السلام عليكم. معاكم دكتور عبير العشري، ريليشن شيب كوتش. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يعني لو في رجل متزوج من امرأتان ومال إلى إحداهما في السلوك طبعا، لكن في القلب ربنا هو اللي مطلع عليه. بيجي يوم القيامة وشقه مائل، يعني بيبقى في حساب كبير قوي عليه. طيب جميل، ده في الزوجتين. تخيلوا بقى يعرف واحدة غير زوجته، والعياذ بالله من غير زواج، ده يبقى حسابه ايه؟ في فرق شاسع وفي فرق كبير وإشجاب لجاب، أنا معاكم. لكن تخيلوا إن اللي هو متزوج بحلال ربنا كده زي ما بنقول، ويحاسب هذا الحساب لو بس فرق ما بينهم في المعاملة. تخيل بقى لو أصلا مش زوجته، تخيل الحساب إزاي. ففي مجتمعنا الحديث نلاقي ان الرجال بيقولوا هو عامل اللي عليه، غلطة بسيطة، ما تقفلوش على الواحدة. يعني كلام يعني غريب جدا، ما أنزل الله به من سلطان. ان الرجل لما يعني يرتكب خطيئة زي دي وذنب كبير زي ده، ذنب مركب، ذنب اللي هو يعني مع ربنا سبحانه وتعالى كمان، بيخون الزوجة بقى وبيأثر معاها وبيعملها معاملة غير المعاملة اللي بيعملها للمرأة الغريبة اللي هي مش زوجته. فمن أين أتيتم بهذه الحكم الرهيبة؟ يعني ده سؤال أحب تجاوبوني عليه، لأن أنا مش فاهمة بصراحة، فياريت تفهموني. ما ينفعش نقول الراجل ده محترم رغم انه بيرتكب هذه الخطيئة. ما ينفعش نتعامل مع راجل على انه راجل حقيقي ذو خلق وهو بيرتكب هذه الخطيئة. ما ينفعش المجتمع يتهاون في هذا، زي ما المجتمع لا يتهاون مع الزوجة الخائنة أو المرأة الخائنة، والاتنين حسابهم واحد. أنا لا يعني مش عايزة المجتمع يبقى واقف مع الزوجة الخائنة خالص، لكن أنا عايزة المجتمع يقف للزوج الخائن، يقول له إن ده غلط، يشعر إنه بيعمل حاجة غلط، مش علشان خاطر الزوج ولا علشان خاطر الزوجة، ولكن علشان خاطر الأسرة تستقيم وبالتالي المجتمع يستقيم. خلي بالك وخلي بالك إن انتوا هتتحاسبوا على الكلمة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني ما ينفعش أبدا نشجع اللي بيعمل حاجة زي دي ونحسسه إنه عادي. كل الرجالة كده يا عم، مفيش راجل ما بيخونش. يا ستي استحملي، يعني ما كل الستات مستحملة، اشمعنى انتي؟ كلام فيه كثير من التعدي على حقوق مش المرأة، على حقوق ربنا، في تعدي وفي استهانة بالذنب لكل مرأة. اوعي تحسي ان انت فعلا متعنتة لما ما تقبليش الخيانة. اوعي تحسي ان انت ما استحملتيش زي بقية الستات فانت كده مقصرة، فانت كده غلطانة. عايزة تستحملي استحملي، عايزة تسامحي سامحي، حقك. عايزة تحسبيها ولادك بيتك، انا ما بقولش لا، ولكن عشان انت عايزة كده، علشان انت شايفة كده، مش علشان المجتمع بيقولك ان ده عادي وان ده طبيعي وان انت لو مستحملتيش تبقي مقصرة. ده الفرق اللي لازم تبقي فاهماه. يوم ما تستحملي، استحملي وانت قوية، استحملي وانت عارفة انك عاملة فضل كبير، استحملي او سامحي، بس لما يكون زوجك عارف ومعترف انه غلطان غلط كبير، وانه مذنب ذنب كبير، وانه هيعوضك عن هذا الخطأ الكبير. لكن ما تستحمليش علشان ده العادي وده الطبيعي.